بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النهار رياضة، أسعد الله مساءكم ومعلقكم مؤمن عبد الغفار. وأولى لقاءات بطولة أفريقيا لدوري رابطة الأبطال في دور ال 64 الدور التمهيدي. لقاء يجمع فريقي الزمالك المصري وجازيلي بطل تشاد على استاد برج العرب بالإسكندرية في وجود الجمهور اللي قدامنا، وسعداء طبعا النهارده جماهير نادي الزمالك وجماهير مصر كلها النهارده اللي واقفه ورا نادي الزمالك موجودين في استاد برج العرب، وده اللي نتمناه ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان احنا نشوف جمهورنا في الاستادات المصريه. مباراه النهارده كل جماهير مصر ورا نادي الزمالك، عايزين الفتره الجايه ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي اللي بيشاركوا في البطوله الافريقيه ان شاء الله يكونوا ورا نادي الزمالك في بطولات افريقيا الفتره اللي جايه. مباراة نادي الزمالك بيديرها طاقم تحكيم دولي النهارده تونسي بقيادة سعيد الكردي، مساعد أول محمدين سالم ومساعد تاني العربي المنصوري. نقول لكم بسرعة كده الفريقين طبعا نازلين الملعب. تشكيلة نادي الزمالك: لحراسة المرمى عبد الواحد السيد 4 في خط الظهر، محمود فتح الله وصلاح سليمان 2 قلبي في الدفاع، عمر جابر ناحية اليمين وصبر رحيل ناحية الشمال، 4 في وسط الملعب: نور السيد وابراهيم صلاح ومحمد عبد الشافي واحمد عيد عبد الملك واحمد جعفر ومحمد ابراهيم 2 مهاجمين. في المقابل فريق جازيلي بطل تشاد لحراسة المرمى مؤمن 4 في خط الظهر، سولينام وإليو 2 قلبي ارتكاز، مفوار ناحية الشمال وديزايه رقم 26 ناحية اليمين، 4 في وسط الملعب رافائيل ومانجا وهيرمان وأومانا، وهالي دور وبودام 2 مهاجمين. ادي حكام اللقاء قدامنا، ادي عبد الواحد كابتن نادي الزمالك. طبعا مباراة النهارده الخصم ما شفناهوش قبل كده، يمكن شارك مرة واحدة في بطولة افريقيا في 2010. نتمنى التوفيق النهارده لنادي الزمالك. جازيلي كان شارك في 2010 وخرج من الدور الثاني في دور ال 32، كان لاعب في الاول في الدور ال 64 مع بياليسا يونايتد النيجيري وفاز 1-0، وفي مباراة العودة اتعادلوا 2-2 وخرج، وكمل بعد كده فريق جازيل مع المريخ السوداني وتعادل 1-1 في تشاد، وفاز المريخ في السودان 2-0. البطولة الوحيدة دي اللي شاركوا فيها، ودي البطولة الثانية. تاني بطولة ليهم كانت في كاس الاتحاد الافريقي في 2005. وادي جمهور نادي الزمالك اللي موجود خلف المرمى. نتمنى يا رب ان احنا نشوف مباراة كويسة جدا نستمتع بيها كلنا، واستوديو التحليل النهارده طبعا يمتعنا دايما، اللي بيقول لنا معلومات كتيره جدا وبيقول لنا حاجات حلوه بنستمتع بيها. ادي الجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك خلف المرمى. اتمنى يا رب الفتره الجايه. وادي طبعا هنا الجمهور القليل في الملعب اللي بيأزر فريق تشاد بيحيي فرقته. طبعا مشكله كبيره ان انت ما تعرفش فرقه جازيلي دي ولا تعرف عنها اي معلومات، لكن نادي الزمالك مطالب النهارده ان في بدايه اللقاء يبدا يضغط في البدايه، وخاصه ان دايما اللعيبه الافارقه او خط الظهر دايما في الفرق الافريقيه بيبقوا ضعاف شويه فنيا، فممكن يغلطوا كتير ويبدا نادي الزمالك يضغط من البدايه. لكن عاجبني نادي الزمالك ان هو مثبت تشكيلته الفتره اللي فاتت في الدوري، كسبان 3 مباريات ب9 نقاط في بطوله الدوري. وادي صوت الجمهور بقى هنا بنسمعه وحاجه جميله جدا. ادي بعض الشماريخ اللي في المدرجات. طبعا الحاجات دي كلها طبعا بتسبب مشكله في البطولات الافريقيه. المواجهات اللي حصلت مع الفرق التشاديه، يمكن مصر لعبت مع تشاد في 31/3 في 2012، وده كان في معسكر في السودان، والمنتخب المصري فاز 4-0. كان محمد صلاح نجم بازل واحمد خيري واحمد حسن مكي كان جابوا 3 اجوان، وكان الهدف الرابع مدافع تشاد كان احرزه في مرماه. النهارده دكه البدلاء موجود محمود حمدي لحراسه المرمى، وده حارس ناشئ تحت السن، وعبد الله سيسي واسلام عوض واحمد حسن 2 طبعا على دكه البدلاء. النهارده عودتهم في الفتره اللي فاتت كانوا غايبين، واحمد توفيق واحمد مجدي وحازم امام. اما بدلاء فريق جازيلي 6 لعيبه موجودين على دكه البدلاء: حارس المرمى ديلا ونوديجما ودونجا وهيلاري وماكرادا وامين. حكم التونسي سعيد الكردي يستعد ويبدا صافره بدايه الشوط الاولاني. اتمنى التوفيق الضغط من بدايه المباراه لنادي الزمالك، وان شاء الله يجيب جول بدري يريحه عشان يقدر يأدي بصوره كويسه طوال اللقاء.
في نص الملعب يضغط فريق جازيلي في نص الملعب، تروح ناحيه اليمين دي زي ايه اماميه بودام، ناحيه الشمال فيها تسلل مدي المساعد العربي المنصوري التونسي. نادي الزمالك كان خد 5 بطولات افريقيه في 84 و86 و93 و96 و2002. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق الفرق المصريه كلها. محمود فتح الله في نص الملعب، راجع كل فريق جازيلي في نص الملعب، برضو قوه جسمانيه عندهم واضحه تماما في فريق جازيلي بطل تشاد. محمود فتح الله ناحيه الشمال صبر رحيل، محمد ابراهيم عمل 1 2 حلوه لكن لمسه يد، ممكن يكون هنا المساعد رمي التماس لجازيلي بطل تشاد. ادي احمد عيد رقم 14، معودنا طبعا ان هو كان بيلبس رقم 11 في الدوري الممتاز، لكن خد رقم 14 اللي كان بيرتديها احمد مجدي. ادي محمد ابراهيم على حدود خط ال 18 في نص الملعب مره ثانيه، نور السيد تصويبه، لازم دلوقتي يضغط نادي الزمالك ويبدا بقى يصوب كتير. ادي الحارس طالع، بصوا يا جماعه الحارس طالع يكلم زمايله وخارج بالمرمى لان لقى لعيب في نص الملعب سايبينه الشوط، طبعا بيضيع وقت شويه لكن واضح ان هو عصبي جدا حارس المرمى. لازم بقى نادي الزمالك يستغل كل الهجمات في البدايه في اول ربع ساعه، ان شاء الله ربنا يوفقهم يجيبوا جول بدري. لغايه دلوقتي برضو حارس المرمى ضيع وقت شويه. مصر كانت لعبت مع تشاد في تصفيات افريقيا سنه 90 وكانت تعادلنا 0-0، وفي مباراه العوده مصر فازت 5-1. كان ابراهيم حسن احرز هدف وحسام حسن هدفين واحمد رمزي هدف وهاني رمزي هدف في تصفيات بطوله افريقيا. والمواجهه الثالثه اللي قلت لحضراتكم عليها اللي هي المباراه الوديه اللي كانت مع بوب برادلي في 2012. ادي احمد عيد، طبعا بنستمتع بالجمهور اللي موجود دلوقتي والصوت اللي احنا سامعينه في الملعب. اتمنى بقى الروح الرياضيه تسود في ملاعبنا ان شاء الله الفتره اللي جايه، ونشوف جمهور مصر يملى مدرجات استاد برج العرب وكل المدرجات المصريه. محمد عبد الشافي ما شاركش المباراه اللي فاتت في الدوري، كان عنده اصابه في عينه، الحمد لله النهارده موجود. طبعا 3 مباريات اللي لعبها نادي الزمالك في بطوله الدوري كان استعداد كويس جدا لبطوله افريقيا. ابراهيم صلاح في نص الملعب مره ثانيه، احمد عيد، عمر جابر، النهارده عدم وجود احمد سمير، عمر جابر واخد الطرف اليمين يلعب ظهير ايمن. فتح الله اماميه ناحيه الشمال، محمد عبد الشافي، محمد ابراهيم عايز يعمل 1 2 لكن تخبط تروح لعبد الشافي الناحيه الثانيه ويقطع مفوار. في نص الملعب مانجا رقم 15 مره ثانيه، ضغط من نادي الزمالك، ده المطلوب دلوقتي لنادي الزمالك، لازم يضغط في الثلث الدفاعي لفريق جازيلي. تحضير مره ثانيه فتح الله، نازل ابراهيم صلاح يستلم، اتحرك له محمد ابراهيم عمل 1 2 مع عبد الشافي، عدى وعدى ناحيه الشمال، ممكن يكمل مره ثانيه ويقف على كورته ويدي فاول. ما اداش حاجه في الكره اللي فاتت، سمعنا الصفاره اعتقدنا ان في فاول. نور السيد مره ثانيه في نص الملعب، ابراهيم صلاح على حدود 18 تتقطع، صبر رحيل مره ثانيه، فتح الله يعملها اماميه لكن يقطع الظهير الايمن دي زي ايه، صبر رحيل في نص الملعب. ابراهيم صلاح بيفتح الملعب ناحيه اليمين لعمر جابر، بيلعب لمسه واحده، نور السيد، احمد عيد مش مظبوطه، تطول منه، تقطع في نص الملعب مره ثانيه. هيرمان رقم 14 بياخد فاول في نص الملعب. المدير الفني جوزيف مونتيه الوطني التشادي في حوار صحفي كده امبارح كان نفسه يقابل الكابتن حسن شحاته، وقال ان هو كان نجم كبير جدا وهو لاعب وهو مدرب، وكان نفسه يقابله، كان نفسه يقابل حسام حسن وابراهيم حسن والعميد احمد حسن اللي موجود النهارده على دكه البدلاء، وهو طبعا اتفرج على مباراه الزمالك والداخليه. ادي محمد ابراهيم خارج حدود ال 18 1 ضد 1، يقف على كورته مره ثانيه، صبر رحيل، تدخل قوي كده، يلعبوا بقوه خط الظهر من لمسه واحده، يشتت خط الظهر مره ثانيه جوه ال 18،
تشتيت من سولينام، اتلعبت بسرعه، رمي التماس مش مظبوطه لكن يشتت مره تانية. خط الظهر فتح الله اماميه، لسه في الملعب محمد عبد الشافي، يلمس محمد عبد الشافي، مدي ايه حكم اللقاء، مدي فاول، اتمسك في الكره اللي فاتت محمد عبد الشافي. برافو سعيد الكردي، حكم دولي من 2010 2011، كان حكم مباراه لنادي الزمالك والشرطه في بطوله الدوري في 2011 لو نتذكر، وفاز نادي الزمالك 3-1. كان صلاح عاشور احرز الهدف الاولاني في استاد الكليه الحربيه، ونادي الزمالك قدر شيكابالا ومحمد ابراهيم واحمد جعفر يجيبوا 3 اجوان الشوط الثاني وفاز نادي الزمالك. اتعملت حلوه على القائم الاولاني لكن من صلاح سليمان برضو مش معدول، عملته حلو قوي من محمد ابراهيم لكن جسمه كان معوج فيها صلاح سليمان في الكره اللي فاتت، كان لازم ياخد خطوه كده لورا. قلشه وتطلع ضربه مرمى لمصلحه فريق جازيلي. ادي رؤيه كويسه جدا من محمد ابراهيم، عملها حلوه، كان لازم يلف وسطه بقى عشان تروح في الزاويه البعيده على شمال الحارس. صبر رحيل في نص الملعب، صوت الجمهور حاجه جميله جدا جدا النهارده. عمر جابر بيفتح الملعب ناحيه الشمال، صبر رحيل، ابراهيم صلاح مره تانية، صبري يتحرك محمد ابراهيم، يفتح الملعب ناحيه الشمال، عبد الشافي اماميه، اتحرك كويس جدا محمد ابراهيم فيها، 1 ضد 1، يقف على كورته مره تانية، يعمل وانتو حلو ويضرب بيها خط الظهر، عدى محمد ابراهيم، كان ممكن يعمل عرضيه بدري لكن يطلع الكره الركنيه. هو كان بيكلم محمد هنا زمايله بيقول لهم كان لازم حد يقطع عشان العب له على القائم الاولاني. ياخد نادي الزمالك ركنيه وضغط من نادي الزمالك في الدقيقه الثامنه. ادي محمد ابراهيم، اصابه طبعا اللي في مباراه الداخليه، عملها هنا وانتو حلوه قوي، عملها له احمد عيد جميله، كان ممكن هنا يعمل عرضيه برجليه الشمال لكن هنا ركنيه واضحه. ادى ضربه مرمى ولا ايه حكم اللقاء؟ ادي بقى المتعه والجمهور الموجود اللي احنا محرومين منه بقاله فتره. ان شاء الله باذن ضربه مرمى، ان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف الجمهور في ملاعبنا في الدوري باذن الله وفي بطولات افريقيا. دخلوا على بعض في الكره اللي فاتت، تروح مره ثانيه لعمر جابر، هيرمان حط دماغه في الكره اللي فاتت، تروح في نص الملعب فتح الله، ماشي فتح الله ما حدش مقابله، ابراهيم صلاح ينزل في نص الملعب، عبد الشافي. نادي الزمالك بيلعب بفرود واحد احمد جعفر لكن عنده نص الملعب لعيبه كويسه قوي بتتحرك، وده اللي بيعمل الفرق في الطريقه. مش شرط ان هي تكون 4-4-2 ولا 5-3-2، ممكن العب 5-3-2 ويكون عندي المساكين يقدروا يهاجموا ويقدر نص الملعب يهاجم وتبقى طريقه هجوميه. لكن ناحيه الشمال محمد ابراهيم ممكن يقف على كورته وياخد فاول، عملها حلو قوي، عرضيه معلش محمد عملها بوش رجليه الخارجي لكن تقلش كده وتطلع ضربه مرمى. لعيب كويس جدا ولعيب مجتهد، اتمنى الفتره الجايه الاعلام بقى يبعد عنه شويه ويساندوه للمصلحه العامه. عملها حلوه هنا وكانت ممكن تخدع الحارس وتدخل المرمى، حط جسمه كويس قوي في الكره اللي فاتت محمد ابراهيم. طبعا في فرق اكيد في خبره نادي الزمالك وفريق جازيلي برضو، يعني قله خبراته في بطولات افريقيا، لكن يطلع احمد جعفر في الكره اللي فاتت ده والله احمد عيد عمل ارتقاء عالي قوي في الكره اللي فاتت، ادى فاول سعيد الكردي حكم اللقاء. مفوار قلشه كده وشوط الارض، توصل مره ثانيه ناحيه الشمال محمد ابراهيم، 1 ضد 1، عملها حلوه جوه ال 18 لكن اتقطعت، يقراها اليو قلب الدفاع، ياخد رمي التماس، رمي التماس لمصلحه الجازيلي. المدير الفني كان بيقول ان الفريق كله مكتمل الصفوف وعنده 6 لعيبه في الفرقه هنا في منتخب تشاد. في نص الملعب مره ثانيه ابراهيم صلاح، نور السيد لعبوا زون ديفنس فريق جازل، مره ثانيه ابراهيم صلاح، عمر جابر، ابراهيم صلاح، نور السيد مره ثانيه لابراهيم صلاح في دايره السنتر، من لمسه واحده محمد ابراهيم اتعملت حلوه قوي، ممكن يفتح الملعب ناحيه الشمال، صبر رحيل عرضيه على القائم الاولاني لكن يقطع خط ظهر جازلي ويطلع ركنيه. ادي جوزيف طبعا
اول مباراه ليه في دور ال 64 وحظه السيء ان بيلاعب نادي الزمالك في القاهره وفي وسط الجماهير. محمد ابراهيم اتعملت حلوه، قطع فيها محمد عبد الشافي، اخترق جوه ال 18. صبري رحيل عرضيه على القائم الاولاني، عايزه تعلى شويه لكن تطلع رمي التماس. رمي التماس لمصلحه نادي الزمالك. صبري رحيل عملها طويله وطالع الحارس يلمس مره ثانيه سولينام. محمد ابراهيم بمهاره كده يلعبها حلوه قوي. احمد عيد استلام في نص الملعب. عمر جابر اتضغط عليه، اتاخر فيها هنا وما فيهاش اي حاجه، كان لازم يخلص بدري في الكره. عمر جابر جسمه ممكن يكون ضعيف شويه لكن هم عندهم قوه جسمانيه في نص الملعب. بيفتح الملعب ناحيه اليمين. صبري رحيل عامل تغطيه كويس قوي. محمد عبد الشافي كان ممكن يلعب لصبري رحيل مره ثانيه. محمد ابراهيم يا سلام يا ابني، لعيب كويس قوي. استلم تحت ضغط. احمد عيد مره ثانيه عرضيه، هل لمست بقى ولا ايه؟ ما لمستش حد وتطلع ضربه مرمى. بيغيب احمد سمير للاصابه، كان شارك في الدوري ال3 مباريات. رزاق مش موجود ومن دومه، لكن النهارده موجود العميد احمد حسن على دكه البدلاء، واسلام عوض بعد فتره غياب الفتره اللي فاتت. طبعا في تشاد مفيش احتراف، ما عندهمش محترفين في تشاد، هما كانوا بيتمنوا بقى ان الاحتراف يدخل في تشاد، لكن هو اتحاد الكره اتاسس عندهم سنه 62. ادي بقى تعليمات من المدير الفني للاعيبته. لغايه دلوقتي هم قافلين في نص الملعب، لكن احنا مش عايزين نديهم فرصه. ادي بعض الجمهور بقى، جمهور تشاد اللي موجودين هنا في القاهره بيأزروا فرقتهم، وادي الشماريخ اللي موجوده في الملعب. ادي عمر جابر متألق الفتره اللي فاتت مع نادي الزمالك، عمل 3 مباريات كويسين جدا في الدوري الممتاز. وادي الجماهير العظيمه، جماهير نادي الزمالك اللي بتسعدنا دايما وتسعد فرقتها. شوف بقى حكم اللقاء ادى ضربه مرمى، كان واقع لعيب من فريق جازيلي بيتعالج. احمد جعفر هو وسولينام بيراقبوا طبعا رقم 3 مدافع جازيلي. وادي مؤمن حارس المرمى اماميه في نص الملعب. صلاح سليمان يلمس بدماغه، هيلحق عمر جابر ولا ايه؟ تطلع رمي التماس. وادي اسامه نبيه نجم نادي الزمالك في المنطقه الفنيه. نور السيد متألق في المباراه الاخيره في مباراه الداخليه، كان عامل مباراه كويسه قوي. ادي سعيد الكردي رمي التماس. مفوار تتقطع في نص الملعب. هنا بقى اسرع نادي الزمالك، لازم يلعب اسرع عشان يستغل الثغرات دلوقتي في خط ظهرهم. صبري رحيل نص الملعب فيه مساحات كبيره جدا لازم يستغلها نادي الزمالك. نور السيد. احمد عيد مره ثانيه بيفتح الملعب ناحيه الشمال. عبد الشافي اتحرك مع صبري رحيل، عاملين جبهه كويسه صبري رحيل ومحمد ابراهيم، مش مظبوطه، تتقطع مره ثانيه. دي زي ايه؟ دخل في قلب الملعب، لكن برافو ابراهيم صلاح يقطع مره ثانيه. صلاح سليمان. نور السيد. محمد ابراهيم لف ودوران حلو قوي، عمل فنت كده وتحرك بالكره كويس، لكن ادي الهجمات المرتده اللي مش عايزينها بقى، لازم يخلي باله هنا محمود فتح الله، وهجمه خطيره، 1 ضد 1، 1 ضد 1، لازم يخرجوا بره ال 18. لسه بودام لهالي دور يضغط نادي الزمالك. ابراهيم صلاح. ادي الصفافير بقى من الجمهور لما حسينا في الهجمه المرتده. هنا بقى المساحات تبدا تظهر لان بداوا يهاجموا في الكره اللي فاتت. محمد ابراهيم اتعمل اوفرلاب حلو قوي. عمر جابر عرضيه ما حدش كمل. احمد جعفر ما كانتش عايزه تقف يا احمد جعفر، كان لازم تلعبها مره واحده برجليك الشمال. لكن ادي اول هجمه خطيره لما بدا فرقه جازيلي تبدا تهاجم، بدا عندها مساحات تظهر في خط الظهر. ادي بدلاء نادي الزمالك. محمد ابراهيم. احمد عيد عدى عملها حلوه، تصويبه، جول احمد جعفر، هدف في الدقيقه 15. جول، يا سلام يا احمد يا عيد، تصويبه قويه جدا وتقع من الحارس ويكمل فيها المتابعه هنا
احمد جعفر، هايل هايل احمد جعفر. المتابعه هنا 10/10 من احمد جعفر، هدف كويس جدا هيريح نادي الزمالك، ولازم يجيب جول تاني بدري برضو. احمد جعفر هدف في الدقيقة 15. احمد عيد عمل فنت هنا ومهارة وتصويبة، لكن حارس المرمى حط قبضة ايده هنا ويكمل فيها احمد جعفر ويعمل المتابعة ويجيب هدف التقدم لنادي الزمالك بعد 15 داخلين في الدقيقة 16. هداف كبير مفيش شك يا جماعة احمد جعفر، محطة كويسة جدا في نادي الزمالك، لعيب مميز بيلعب بدماغه كويس جدا. ادي المتابعة، نادي الزمالك يتقدم بهدف نجمه وهداف فريقه احمد جعفر، جايب جولين. وادي بقى رد الفعل من بدلاء نادي الزمالك، يفرق كتير جدا الهدف ده مع نادي الزمالك. لازم يضغط تاني نادي الزمالك دلوقتي ويجيب جول تاني والتالت. محمود فتح الله في نص الملعب ناحية اليمين، ابراهيم صلاح، عبد الشافي اخترق، محدش ما قابله، عدى ولعب فردي ومشيت معاه الكوره، كمل مره تانية لكن زود فيها. في نص الملعب رافائيل اتقطعت منهم، لازم نستغل بقى الارتباك دلوقتي وخاصه بعد الهدف ده، لازم نضغط على خط الظهر. تشتيت امامي في نص الملعب، هالي دور ميفوار، اماميه مش مظبوطه مش لحد. لازم المباراه الاولانيه نادي الزمالك يركز فيها كويس قوي، يجيب اكتر من جول، لان مباراه العوده هتبقى في ملعبهم، هتتلعب الظهر ويبقى درجه حراره غير عاديه، 48 درجه عندهم وممكن توصل ل 49 كمان، يعني هتبقى مباراه ظهر وصعبه على نادي الزمالك. فلازم نادي الزمالك يريح نفسه بدري وان شاء الله يجيب اكتر من هدف، نكسب بعدد كبير جدا من الاهداف ان شاء الله. صبر رحيل، ابراهيم صلاح، استلام في نص الملعب، عبد الشافي، احمد عيد راح ناحيه الشمال، بيغير دايما هو ومحمد ابراهيم. رمي التماس، ادي بدلاء فريق جازيلي، عرضيه حلوه لكن يطلع مره تانية اليو. محمد ابراهيم اتعمل 1 2 جعفر، حلوه يا ولد، حلوه لو راحت في اي زاويه يمين او شمال كانت ممكن تبقى هدف، لكن هي راحت في ايد الحارس. فاول في نص الملعب، تدخل قوي في الكره اللي فاتت. ادي سعيد الكردي يوقف ساعته طبعا. اول بطوله لنادي الزمالك فاز بيها ببطوله افريقيا كانت موسم 84. ادي تدخل قوي في الكره اللي فاتت مع صلاح سليمان. سلامات، نادي الزمالك في 84 فاز بالبطوله، كان النهائي مع شوتينج ستارز. ابراهيم صلاح بيفتح الملعب ناحيه الشمال، احمد عيد بيغير الملعب من الشمال لليمين لكن مش مظبوطه وتطلع رمي التماس. كان النهائي في 84 شوتينج ستارز والزمالك في القاهره، كان فاز نادي الزمالك 2-0 بهدفين لكابتن مصر جمال عبد الحميد، وفي نيجيريا كان 1-0 خسر نادي الزمالك 1-0 وفاز نادي الزمالك ببطوله افريقيا في 84. ادي مره ثانيه يضغط فريق نادي الزمالك ويدي فاول سعيد الكردي، كان مع الكابتن محمود ابو رجيله والكابتن احمد رفعت وفاروق السيد والدو وسمير السيد وممدوح مصباح، وكان فؤاد عبد المتعال، ده الجهاز الفني اللي كان في موسم 84 وفاز بالبطوله. مره ثانيه ياخد نادي الزمالك ضربه مرمى، كان جيل طبعا عظيم جدا، عادل المأمور وعماد المندوه واحمد عبد الحليم وفاروق جعفر وحماد عبد اللطيف وجمال عبد الحميد وكوارشي وعادل عبد الواحد ونصر ابراهيم وطارق يحيى. في 84 قدروا ياخدوا اول بطوله لنادي الزمالك، كان معاهم محمد حلمي ومدحت مكي يعني وابراهيم يوسف الغزال وبدر حامد واشرف قاسم. نور السيد في نص الملعب، محمد ابراهيم عنده حلول لكن تطول لسه مره ثانيه، محمد ابراهيم، احمد جعفر قلشت من على رجلك يا جعفر، قلشت ومشيت كده من فوق مشط رجليه وتطلع ضربه مرمى. نضغط دلوقتي يا جماعه، فرصه لازم نستغل ارتباك خط الظهر عندهم. ادي محمد ابراهيم
قلشه مش معدول، ما حطش رجليه جنب الكرة عشان يبدأ يوجه وش رجليه تجاه المرمى. ضربة مرمى، مؤمن بيلعبها بتعدي نص الملعب، استلام وحش قوي. لغاية دلوقتي مستواهم الفني أقل من المتوسط. لازم نضغط دلوقتي في الفترة ديت. السلام لمسة من أحمد عيد، اتحرك فيها محمد عبد الشافي، عرضية حلوة، مكمل الناحية التانية. عمر جابر تروح مرة تانية في نص الملعب، صبر رحيل عملها عرضية جوه ال 18. إليو يشتت بدماغه، تروح في نص الملعب مانجا مرة تانية، تخبط في صبر رحيل، لكن برافو فتح الله يلحق. ادى رمي التماس على نادي الزمالك، لحق الكرة اللي فاتت فتح الله، لكن المساعد ادى رمي التماس على نادي الزمالك مرة تانية. ديزيه تشتيت توصل سهلة صلاح سليمان. ابراهيم صلاح نزل نور السيد هو ابراهيم في نص ملعبهم، عدى في حدود 30 متر ما حدش مقابله. احمد عيد، عبد الشافي، صبر رحيل مرة تانية من رجل لرجل. احمد عيد لازم يفتح الملعب ناحية اليمين. احمد عيد، عمر جابر عملها حلوة. جعفر عمر جابر، لكن حلوة عملها بالعرض، تخبط في المدافعين مرة تانية في نص الملعب. تمريرة كده وان تول مش مظبوطة. ادي فيرا في المنطقة الفنية. نور السيد لعبها في الكرة اللي فاتت، مانجا رقم 15 مش مظبوطة. ابراهيم صلاح بيفتح الملعب ناحية الشمال. صبر رحيل، احمد عيد، حلوة نور السيد. ده والله ده عمر جابر ولا نور السيد؟ ده نور السيد كان لازم يستلم، لكن سابها واتقطعت في نص الملعب مرة تانية. إشادة خط الظهر فريق جازيلي. ابراهيم صلاح داخلين في 23 دقيقة مشاهدينا الكرام، تقدم نادي الزمالك بهدف نجمه احمد جعفر في الدقيقة 15. نور السيد رجع كل جازيلي، ادي بينية مش مظبوطة من نور السيد، يقطع وسط الملعب مرة تانية أمامية. صلاح سليمان عدى هاليدور على حدود 18، وتصويبة كده أي حاجة بيخلص منها رافائيل رقم 9. اتحرك في الكرة اللي فاتت هاليدور، واخد الجنب الشمال. أحسنهم هاليدور المهاجم لفريق جازيلي، أحسنهم شوية في الكرة، عنده سرعات برضو مش وحشة. لازم نخلي بالنا في الهجمات المرتدة لنادي الزمالك، يخلي باله. ادي تصويبة تخبط في صلاح سليمان، تروح ناحية اليمين. ديزيه يقف على كورته، تحرك له في نص الملعب أمانة على حدود خط 18. وادي هنا تصويبة، مش عايزين الكلام ده يا رجالة، مش عايزين الكلام ده. الراجل بقى بدأ هنا يوصل على 18 بدم وصوب، اتعملت على حدود خط 18، وكان عامل التغطية عمر جابر، اتلمست وراحت قوية. لو في المرمى كانت ممكن تبقى فيها صعوبة على عبد الواحد السيد. ادي رقم 17 بدم. ابراهيم صلاح، نور السيد في نص الملعب، بيفتح الملعب ناحية اليمين. اتحرك بقى هنا محمد ابراهيم، عمر جابر عمل اوفرلاب، عدى، لازم حد يتحرك له هنا. احمد جعفر ما حدش يتحرك. نور السيد، احمد عيد جوه ال 18، اتأخر. حلوة يا جعفر، حلوة، بس كانت عايزة بطن رجليك، لكن برضو اتعملت حلوة قوي من احمد جعفر، لكن حظه انها خبطت في مدافع فريق جازيلي. ادي مؤمن حارس المرمى برجليه كده ضعيفة جدا، توصل في نص الملعب، لازم يضغط نص ملعب نادي الزمالك. بدأ يستلم كرة في نص الملعب بدون ضغط. ادي محمد ابراهيم، واحد ضد واحد، عملها بينية، لكن يقطع إليو. بيتأخروا خط الظهر هنا، بيرتبكوا في الحاجات اللي فيها الضغط. احمد جعفر خبطت وغيرت اتجاهها، تروح سهلة المؤمن حارس المرمى. يلعب مؤمن برجليه، تعدي نص الملعب مرة تانية. فتح الله يرجع لعبد الواحد. في بطولة 84 كان الكابتن جمال عبد الحميد وناصر ابراهيم، كان كل واحد فيهم جاب 4 تجوان، كان هدافين نادي الزمالك في بطولة افريقيا 84.
وكان طارق يحيى 3 اجوان وكوارشي 3 اجوان. ادي احمد عيد على حدود ال 18. جعفر استلم، ممكن يلعب ناحيه الشمال، لكن تصويبه حلوه 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 يا نور، حلوه يا نور. لكن هنا كان عايز ركنيه نور السيد لو رفع عينيه. هنا ادي احمد جعفر كانت ناحيه الشمال. لا محمد عبد الشافي كان واقف خالي تماما من الرقابه، لكن برضو ادي بيجرب نور فيها قلشه شويه كده، عشان كده طلعت ضربه مرمى. هو بيتكلم هنا لمست الحارس. نركز مرة تانية، عايزين نجيب جون تاني وتالت قبل ما نخرج في الشوط الأولاني. في نص الملعب مرة تانية هيرمان ناحية الشمال، يضغط نور السيد، لازم هنا نغلطهم. ادي رمية تماس، ضغط في الكرة اللي فاتت على بودام. عمر جابر رمية تماس، نور السيد. لو نادي الزمالك قدر يجيب جول تاني دلوقتي هيتفتحوا ورا وممكن يبقى في جوال كتير. ابراهيم صلاح بيفتح الملعب ناحيه الشمال. عبد الشافي، احمد عيد، طرف احمد عيد ناحيه الشمال جنب خط التماس. ابراهيم صلاح مره تانيه، ابراهيم صلاح، نور السيد، اتحرك محمد ابراهيم، استلام عمر جابر مرة تانية لنور، لعمر جابر، يرجع بكورته مرة تانية. صلاح سليمان هيفتح الملعب ناحية الشمال. فتح الله، أحمد عيد، فتح الله مرة تانية، بدأ يزيد فتح الله. أحمد عيد عدى بمهارة كده عالية جدا. أحمد عيد عدى، قرب من حدود خط ال 18. عيد عايز يعملها على حدود خط 18، اتقطعت. يضغط نادي الزمالك مرة تانية. محمد ابراهيم، جعفر، محمد ابراهيم، وهدف هدف هدف حلو جدا جدا. يا سلام يا ابني، عمل 1 2 ضرب بيها خط الظهر محمد ابراهيم ويجيب هدف تاني. ايه الحلاوة دي يا ابني، وايه الجمال ده، اتعملت حلوة حلوة حلوة. محمد ابراهيم واحمد جعفر، هدف تاني، هدف تاني جميل. ده اللي بقول عليه، لازم نضغط على خط الظهر، بيغلطوا كتير جدا وكرتهم قليله قوي. هنا اتضغط وقلش الراجل، لكن استلام حلو قوي من محمد ابراهيم وعملها بسن الجزمه، عملها له جعفر نموذجيه وحطها بوش رجليه على شمال الحارس. ادي ضغط هنا عبد الشافي، تروح لمحمد ابراهيم، لمسها بسن الجزمه، عملها جعفر هايله هايله وحط وش رجليه على شمال الحارس عشان يجيب هدف تاني. محمد ابراهيم 2 نادي الزمالك لا شيء فريق جازيلي. نضغط مرة تانية يا رجالة، ولازم نجيب جول تالت ورابع ان شاء الله في الشوط الاولاني. خط ظهرهم يعني كده على قده. ادي بقى الجمهور يا جماعة، دي حلاوة الكورة ودي متعة الكورة. الجمهور في مدرجاتنا هو اللي بيخلينا نستمتع، هو اللي بيخلينا صوتنا يعلى. ادي النجم محمد ابراهيم، يا رب يبعد عنه الغرور ويكون لعيب كبير جدا ويفيد مصر ومنتخب مصر ان شاء الله في الفترة اللي جاية. ادي فرحة جمهور نادي الزمالك. ادي فييرا، من المرات القليلة اللي متعصب شوية في المنطقة الفنية. نادي الزمالك كان لعب مع شوتنج ستارز مرتين في نهائيات بطولة افريقيا في 84 و 96. زي ما قلنا لكم في 84 كان نادي الزمالك فاز 2-0 والمباراة الثانية 1-0. ناحية اليمين مرة تانية، ادي أمانة في نص الملعب للرقم 3 السولينام، يرجع لحارس مرماه. تشتيت امامي، يلمس صلاح سليمان، يطلع احمد عيد يلمس بدماغه. جعفر استلام تحت ضغط، احمد عيد مرة تانية، بينية حلوة ناحية اليمين. عمر جابر هيسند الاول. عمر طلعت ولا لسه؟ لسه، برافو عمر جابر، هايل. محمد ابراهيم مشيت مع الكوره، بينيه جوه ال 18، كان عايز يلعبها كده لعمر جابر، ما تمشيش الكوره تطلع رمي التماس. كل ما بنضغط على فريق جازيلي كل ما بنخطئهم بيغلطوا، لازم نغلطهم في الثلث الدفاعي بتاعهم. نور السيد بيفتح الملعب ناحيه الشمال. فتح الله
احمد عيد جوه ال 18. جعفر يعمل ستاند حلو قوي، وادي مره تانية كان ممكن يصوب هنا محمد ابراهيم، لكن ما طمعش فيها الراجل وحب يعملها كده ناحيه الشمال لاحمد عيد، تروح مره تانية ناحيه الشمال. لازم نقفل الجنب الشمال هنا نادي الزمالك. اتحرك فيها في الكره اللي فاتت ابراهيم صلاح، عامل مباراه كويسه قوي في ال 30 دقيقه اللي فاتوا. ناحيه اليمين محمد ابراهيم ممكن يشتغل فردي لوحده هنا، عملها عرضيه حلوه، كان ممكن يحط بطن رجليه الشمال الكره اللي فاتت احمد عيد. وده احمد جعفر عمل زحلقه في الكره اللي فاتت وياخد فريق جازيلي فاول. ادي المدير الفني جوزيف. نادي الزمالك في 96 لما لعب النهائي في مع الشوتنج ستارز، كان فاز شوتنج ستارز في المباراة الأولانية 2-1، كانت في نيجيريا، كان طارق مصطفى أحرز هدف نادي الزمالك. وكانت في مباراة العودة نادي الزمالك فاز 2-1 ولعبوا ضربات جزاء، وكان أحرز الهدفين في اللقاء مدحت عبد الهادي وأيمن منصور، ولعبوا ضربات جزاء. ناحية الشمال مرة تانية صبر رحيل ياخد فاول فريق جازيلي ناحية الشمال. كان لعبوا ضربات جزاء، وكان معتمد جمال وايمن منصور واحمد الكاس واشرف قاسم واسامه نبيه كانوا جابوا ضربات جزاء، وكان سامي الشيشيني هو اللي ضيع ضربه الجزاء لنادي الزمالك، ونادي الزمالك فاز بالبطوله في 96. طالع مؤمن حارس المرمى من جوله عشان يلعبها اماميه، تروح مره تانية فتح الله بيلعب الامان كده والضمان ويحط بطن رجليه ويطلعها رامي التماس لمصلحه فريق جازيلي. راح لها دي زي ايه رامي التماس. ادي ركنيه، اول ركنيه كده في اللقاء لمصلحه الفريق التشادي. زي ما قلنا لكم في بدايه اللقاء 3 مواجهات مع الكره التشاديه، مرتين في تصفيات افريقيا 90 91 ومره واحده بس في 2012. ادي الركنيه عملها على القائم الاولاني، لكن يطلع احمد جعفر اللي راجع هنا يؤدي واجبه الدفاعي. لعيب مجتهد جدا احمد جعفر. مؤمن حارس المرمى يلمس استلام كويس قوي صبر رحيل. فتح الله لازم يضغط نادي الزمالك، مش عايزين نهدى يا رجاله. نور السيد في نص الملعب، ابراهيم صلاح، عبد الشافي بيفتح الملعب ناحيه الشمال لصبر رحيل، نزل له احمد عيد عمل معاه تمريره جميله قوي في نص الملعب. ابراهيم صلاح على حدود ال 18 مره ثانيه. ابراهيم صلاح ممكن كان يلعب ناحيه الشمال لو فكروا شويه جنب الشمال، وهجم ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي تسلل. لسه بتكلم بقول في الكره اللي فاتت ابراهيم صلاح لو بص بعينه كان ممكن يلعب لعبد الشافي في الكره اللي فاتت، وكان فاضي تماما، مش واخدين بالهم خط الظهر. ادي عبد الشافي بقول لكم بصوا يا جماعه الناحيه الثانيه خالي تماما، وما كانش فيه اي تسلل في الكره اللي فاتت. كان لازم يحط الكره في الارض عبد الشافي، لكن هو ما بيلعبش بدماغه كويس محمد عبد الشافي. ضربه مرمى، ادي فييرا وجوزيف في المنطقه الفنيه. طبعا الراجل كان بيتكلم وبيقول ان نادي الزمالك خبرات كبيره جدا، وحظي سيء ان انا لاعب نادي الزمالك في اول لقاء. رمي التماس لنادي الزمالك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، 35 دقيقه تقدم نادي الزمالك بهدفين لاحمد جعفر ومحمد ابراهيم. فتح الله زاد في نص الملعب، ضغط هنا ونغلط فريق جزيري، اتقطعت، لكن هنا احمد عمر جابر مره ثانيه. ادي تمرير، مش عايزين بقى فريق جازيلي يمشي بكورته كتير، لازم نضغط كويس. نور السيد، عمر جابر بيفتح الملعب ناحيه اليمين، محمد ابراهيم جابها الشمال، هناك دايما بتبقى فاضيه، لو قدر يستغلها صبر رحيل ومحمد عبد الشافي يقدر نادي الزمالك ممكن يجيب جوال تاني خلال الشوط الاولاني. ادي التمريره اللي فاتت، طبعا المخرج بيعيد على اساس انها جت في ايده لكن ما فيهاش اي حاجه. ادي سعيد الكردي
التونسي دولي من 2010 2011 يضغط نادي الزمالك مره ثانيه. هنا لازم تتلعب اسرع، الجنب الشمال هناك لازم عبد الشافي يزيد في الكره ناحيه الشمال ويعمل الزياده العدديه زي ما عمل كده عبد الشافي في الكره اللي فاتت. ادي جعفر ياخد فاول في نص ملعب جازيلي. ادي تصويبه من نور السيد، مميز بتصويباته قويه، عنده رجليه اليمين ورجليه الشمال ما شاء الله. ادي هنا حط وش رجليه حلوه حلوه حلوه، وادي مؤمن الراجل ما كانش يقدر يمسكها، لمسها وتطلع ركنيه لمصلحه نادي الزمالك. حلوه حلوه حلوه، كان عايز يوطي وش رجليه كمان نور السيد، كانت تبقى اوطى من كده كمان، لكن هي خدها من تحت لفوق عشان كده لمست ايد مؤمن وتطلع ركنيه. زي ما قلنا مباراة العودة في 3 مارس دور ال 64. مباراة طبعا هتتلعب ظهرا، هتبقى في درجة حرارة عالية جدا لأن هم ما عندهمش إضاءة. النهارده بيغيب سعيد قطة، أدي جمهور نادي الزمالك، مستشار جلال إبراهيم. طبعا كنا بنعزي نادي الزمالك النهارده في وفاة الأستاذ أمير الرفاعي رحمة الله عليه، بنعزي كل جماهير نادي الزمالك ومجلس إدارته في شخصية محترمة جدا الأستاذ أمير الرفاعي، تمنى له الرحمة يا رب إن شاء الله. أدي النجمة العميد أحمد حسن، وادي عمرو المطراوي، محمد السيد، دكتور مصطفى المنيري، كابتن أيمن طاهر، أسامة نبيه، فييرا. أدي الإعادة 2 نادي الزمالك، احمد جعفر ومحمد ابراهيم. هل بقى في اصابه ولا هو برضه يريح فريته لان كان نادي الزمالك ضاغط؟ وادي حماده انور المدير الاداري الجهاز الفني لنادي الزمالك. محمد ابراهيم ركنيه عملها على القائم الاولاني، لمس كده ده والله مش احمد جعفر، لمست وطلعت الناحيه الثانيه. ادي فتح الله ما حطش دماغه في الكره اللي فاتت. ادي الاعاده، ده صلاح سليمان كان لازم يحرك رقبته هنا عشان يلعبها في المرمى، لكن هو كان عايز يسندها لورا، ما تستندش هنا في المكان ده لان طبعا هو قريب من المرمى فهتروح بعيده. ضربه مرمى، الراجل بقى ريح فرقته شويه كده نص دقيقه، لقى فرقه نادي الزمالك ضغطه فبدا يهدي فرقته شويه. ضربه مرمى بيلعبها مؤمن، واضح ان هو عنده رجليه مش مظبوطه وضعيفه، ما بيقدرش يوجه الكره لمسافات بعيده. يضغط نادي الزمالك وممكن يغلط وممكن هي تلعب اسرع. عمر جابر، محمد ابراهيم يلمسها بوش رجليه. ادي المساعد ادى ضربه مرمى. دي تاني مشاركه زي ما قلنا الفريق جازيلي. عندهم رئيس النادي اسمه عجيب غلام، كان موجود معاهم طبعا وجه هنا في مصر قبل المباراه، طبعا زار الاماكن الاثريه اللي في مصر، راح الحسين بقى ومصر القديمه والقلعه والاهرامات وابو الهول، خد له يوم كده فسحه في مصر وراح لفرقته في المعسكر في برج العرب. ادي العميد احمد حسن، هل بقى ممكن يفكر في تغيير كده بدري؟ ادي محمد ابراهيم لعب فردي واتقطعت في نص الملعب مره ثانيه، عدى ناحيه الشمال امانه عايز يعمل 1 2، لكن برافو محمد عبد الشافي عامل تغطيه وضغط في نص الملعب. هنا لازم نستغل المساحه بقى، وبداوا يضغطوا هنا في نص الملعب فبقى في مساحات ممكن نستغلها. احمد عيد ناحيه الشمال، عدى جوه ال 18، عرضيه لكن عامل هنا تغطيه، مدي ايه حكم اللقاء. ادي محمد ابراهيم في الكره اللي فاتت، لكن هل مدي فاول على محمد ابراهيم في تدخله مع الحارس؟ عملها حلو قوي احمد عيد. احنا نفسنا ان هم يهاجموا عشان المساحات عندهم تبدا تتفتح. ادي الكره اللي فاتت ادى فاول على محمد ابراهيم، كان تدخل برضو برجليه كده مع الحارس. ادي حارس المرمى برضو هيقع له شويه كده يضيع وقت. كانوا لعبوا في كاس الاتحاد الافريقي في 2005، خرجوا في اول مباراه مع اف سي 105 الجابوني.
كان المباراة الأولانية فاز جازيلي 3-1 في تيشاد، وخرجوا في المباراة الثانية لما اتغلبوا 2-1. يقع الحارس شوية. نادي الزمالك آخر بطولة ليه كانت في 2002 بطولة أفريقيا اللي فاز بيها، وكان مع كارلوس كابرال في بداية البطولة، وبعد كده جه اوتو فيستر. يعني تولى كده في البدايات كابرال، وفي الجولة الثانية بدأ اوتو فيستر مع الفريق. وكانت بطولة صعبة جدا، يمكن من أصعب البطولات على نادي الزمالك، لأن في البداية لعبوا مع اف سي رواندا ولعبوا مع نكانا الزامبي. بعد كده بدأوا يخشوا في دوري المجموعات، كان معاهم اسك والترجي وكوستا دي سول. كانت بطولة صعبة جدا، وقدر ان هو يوصل للنهائي. ولعبوا مع الرجاء المغربي، لو نتذكر هدف دونجا لاعب نادي الزمالك، او تامر عبد الحميد لاعب نادي المنصورة السابق اللي جاب جول هنا في استاد القاهرة وفازوا بالبطولة. احمد عيد ناحية الشمال، صبر رحيل في نص الملعب، ابراهيم صلاح بدون ضغط، تمريرة مش مظبوطة من صبر رحيل. مرة تانية في نص الملعب تمريرة غلط. محمد ابراهيم يعمل 1-2، ممكن ناحية اليمين، ممكن يا راجل في الزاوية البعيدة يا عمر، مش ممكن يا عمر، فرصة سهلة قوي، كان ممكن يسدد وكان ممكن يلعب زي ما لعب مرة واحدة كده بس تروح في الزاوية البعيدة، لكن هو حطها في ايد الحارس. لو سند مرة واحدة كمان وخدها لمسة والتانية كان ممكن يبقى هدف ثالث. نفسنا نادي الزمالك يجيب جون ثالث دلوقتي، يفرق كتير جدا مع نادي الزمالك، تدي فرصة للمدير الفني ان يبدأ يغير الشوط الثاني. عنده لعيبة كويسة جدا على دكة البدلاء، يضغط نادي الزمالك. ادي رقم 9 رافائيل في الكرة اللي فاتت، ادى فاول المساعد العربي المنصوري. رقم 29 هالي دور خد فاول كده من لا شيء، فاول في منطقة كويسة لمصلحة جازيلي. ادي عبد الواحد السيد كابتن نادي الزمالك والخبرة الكبيرة مع نادي الزمالك. فاول هيلعبها رافائيل، عملها على القائم الاولاني لكن يطلع احمد جعفر. يا سلام يا ابني، راجع بيعمل الواجب الدفاعي. راح لها بودام بيلعب برجليه الشمال كويس، يطلع صبر رحيل مرة تانية، شاتت في نص الملعب. احمد عيد يطلع يلمس بدماغه، تروح في نص الملعب. هالي الدور اي حاجة تطلع رمي التماس لمصلحة نادي الزمالك. صبر رحيل داخلين في 44 دقيقة. نور السيد مش مظبوطة، تروح له مرة تانية. ابراهيم صلاح لنور السيد مرة تانية، يفتح الملعب ناحية الشمال. محمد عبد الشافي، صبر رحيل، صلاح خالي تماما بدون رقابة. نور السيد، عمر جابر، نزل له محمد ابراهيم عشان يلعب ما اتلعبتلوش. مرة تانية احمد عيد بيلعبها في الزحمة، كان ممكن تبقى افضل من كده ويفتح الملعب. عايزين بقى نخترق كده من الجناب، من ناحية يمين ناحية اليمين وناحية الشمال. عايزين نستغل صبر رحيل ونستغل عمر جابر في الاطراف. هم قافلين خط ال 18 في العمق. اليو يضغط احمد عيد، دي زيه تعمل 1-2 في نص الملعب. مرة تانية يقطع فتح الله اسرع هنا دلوقتي، ممكن نستغل المساحات اللي في خط ظهرهم. صبر رحيل قرب من حدود خط 18. محمد ابراهيم عملها تشب حلوه يا ابني، حلوه كان ممكن يسند على الجول. يرجع تاني مرة تانية، عرضية لكن يشتت خط الظهر مرة تانية. ابراهيم صلاح ضغط من نادي الزمالك. عبد الشافي بيفتح الملعب ناحية الشمال. احمد عيد تحرك، احمد عيد تصويبة سهلة لكن في ايد الحارس. الاهلي في بطولة افريقيا هيلعب مع الفائز من ميشيل بطل سيشل هيلاعب تذكر بطل كينيا. الفريقين دول الفائز منهم هيلاعب نادي الاهلي في دور ال 32. ادي الحكم الرابع
شوف مدينا قد ايه وقت محتسب بدل ضايع، مش واضحه قدامنا. ادي صبر رحيل رمي التماس، محمد عبد الشافي، صبر رحيل عبد الشافي مره ثانيه لاحمد عيد، نور السيد، محمد ابراهيم. نضغط دلوقتي يا جماعه، لازم نجيب جول. ابراهيم صلاح ناحيه الشمال، زايد فتح الله ناحيه الشمال، عمل الزياده الهجوميه في نص الملعب، زاد في نص الملعب نور السيد. نور عدى مره واثنين وممكن يسدد على وش رجله، كان عايز اوطل تحت شويه، لازم تحط وش رجلك في الارض يا نور. لكن هو حاول، ومن اللعيبه اللي بيحاولوا كتير في التصويب. ادي اكتر من 3-4 كرات من التصويبات. مره نور السيد، ادي عمر جابر حطها ببطن رجليه في الضيقه، كانت عايزه تروح في الزاويه البعيده. ادي جمهور نادي الزمالك استمتعوا طبعا هنا في المدرجات في استاد برج العرب، الاستاد الروعه تحفه الجميله اللي عملها لنا القوات المسلحه. ادي حكم اللقاء، يبدو كده ان ادى انذار لحارس المرمى. الراجل بيضيع وقت كتير جدا، بيتكلم كتير، بيضيع وقت كتير. ادي جماهير سامعينها في المدرجات. ادي جمهور، نسمع صوت الجمهور كده يا جماعه، حاجه جميله جدا. 3 دقايق وقت محتسب بدل ضائع ادهم لنا الحكم الرابع. بنلعب في الدقيقه الثانيه. صبر رحيل في نص الملعب ناحيه الشمال، اتاخر فيها، يقطع مره ثانيه، ياخد نادي الزمالك رمي التماس. صبر رحيل، احمد عيد في نص الملعب، حلوه محمد ابراهيم، ممكن يفتح الملعب ناحيه اليمين. عمر جابر وجعفر. لسه بقول لكم يفرق كتير قوي دلوقتي احمد جعفر ان يجيب جول ثالث ويخرج نادي الزمالك الشوط الاولاني متقدم 3. نادي الزمالك. ايه الحلاوه دي يا ابني، ايه الحلاوه دي يا محمد ابراهيم، صانع لعب كبير جدا، عملها حلوه لعمر جابر، واستلم عمر جابر استلام رائع وراح للجون وحط وش رجليه. ادي محمد ابراهيم عملها بينيه ناحيه اليمين ويحط وش رجليه هنا وتقع من ايد الحارس. وادي المتابعه الحلوه من احمد جعفر عشان يجيب هدف ثالث لاحمد جعفر في الدقيقه 48. نادي الزمالك 3 جازيلي لا شيء. لسه كنا بنتكلم، ادي حط وش رجليه حلو قوي عمر جابر. هدف ثالث، هدفين احمد جعفر، هداف كبير جدا يا ابني، هداف كبير. وادي جمهور، وادي النجم شيكابالا بيشاهد زمايله في المدرجات. وادي في هذه اللحظات يطلق حكم اللقاء التونسي سعيد الكردي صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك 3-0 بهدفين لأحمد جعفر وهدف لمحمد إبراهيم. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم للقاء، واستراحة قصيرة ونذهب للاستوديو التحليلي ونلتقي على وأحداث الشوط الثاني ومعلقكم مؤمن عبد الغفار.